فريبك شافت ادوبي نزلت الذكاء الاصطناعي في الفوتوشوب ولقت انه بيعمل استوكات كامله. استوكات اللي هي بين قوسين صور بيقدر يستخدمها المصممين الشاطرين في تصميماتهم، بدل ما لسه هيروحوا لفريبك ويدوروا على الصور ويحملوها. ففريبك اتوترت وقالت مش هسكت له، قمت مديله. وبعدها بيوم لقينا فريبك نزلت اداه جديده عندها وهي الاي اي جنريتور. خلينا هنا نتكلم جد شويه. اللي عملته فريبك ده هو الصح، لان لو ما عملتش كده دلوقتي هتختفي وتنتهي تدريجيا، زي شركات كتير اختفت بسبب انها ما طورتش من نفسها ومن شغلها ومنتجاتها. مثال على الشركات دي نوكيا وبلاك بيري. حد فيكم فاكرهم؟ اكيد لا. عشان كده انت كمان كمصمم لازم تتابع التطورات اول باول في مجالك وتطور من نفسك وتشوف ازاي تقدر تستغل امكانيات الذكاء الاصطناعي صح جوه تصميمك، وتسيبك بقى من انك تقعد تعمل ها 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 على كل بوست او فيديو بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي وتقعد تقول بطلوا عبط ولا يمكن ياخد شغل الانسان والانسان مش عارف ايه. اكيد الذكاء الاصطناعي يا صديقي لا يمكن ياخد مكان البشر، لان مفيش عربية تقدر تتحرك بدون سواق. فالمصمم الشاطر هو اللي هيقدر يسوق الذكاء الاصطناعي ويسخره لخدمته في تطوير شغله بشكل أفضل. طبعا أنا بقول الكلام ده لأني استغربت جدا من الناس اللي كانت بتهاجمني عشان نزلت فيديو شرح الذكاء الاصطناعي في الفوتوشوب اللي هيظهر لك في الآي اللي فوق وهسيبه لك برضو تحت في صندوق الوصف. والناس دي أولوني كلام أنا ما قلتوش واقتطعوا الكلام من سياقه، وده كان نتيجة انهم بصوا على العنوان من بره بس من غير ما يشوفوا محتوى الفيديو ايه، او بعضهم ما كملش الفيديو للآخر. وهنا لازم اقول لكل واحد بيهاجم وبيحكم على حاجة بدون اطلاع وبدون علم عن محتواها ايه، فانت جاهل. روح شوف الاول واطلع وراجع المحتوى اللي انت هتدي رأي فيه وتنتقده، راجعه مرة واثنين وثلاثة، بعد كده ابقى تعالى انقد براحتك. لكن انك تنقد وتقول كلام وتقتطع كلام من سياقه بدون الاطلاع على المحتوى، فطبعا انت جاهل وربنا يعينك على نفسك يا ابني. ولاني عايز كل مصمم يطور من نفسه فعلا، لان الفترة الجاية والمستقبل هيكون فيه تغييرات جذرية، عشان كده النهاردة هنشوف مع بعض فريبك في ثوبه الجديد بالذكاء الاصطناعي. بس عشان نعرف بيشتغل ازاي ووصل لفين، فاحنا لازم نروح نشوف الموضوع مع بعض تاني من الاول. انتم دلوقتي بتشوفوا فيديو جديد على قناة احمد شكشك. طيب علشان تقدر تشغل الاي اي جوه فريبك، انت هتفتح موقع فريبك عادي جدا وهتعمل تسجيل دخول بالايميل بتاعك، وهتيجي هنا هتلاقي ستارت كرييتنج ويز اي اي، هتدوس عليها هيفتح لك الصفحه دي. من هنا تقدر تختار الستايل اللي انت عايزه، او ممكن نعملها نو ستايل، بس انا هجرب مثلا اعملها 3 دي. ومن هنا تبدا تكتب الوصف للحاجه اللي في خيالك اللي انت عايز تعمل لها صوره بالاي اي. انا هعمل مثلا التصميم اللي هو بتاع من البحر للسفره بتاع السمك، كتبت الوصف بتاعه وهعمل جنريت وهستنى عليه شويه. ملحوظه يا جماعه ليك في الاشتراك الفري بتاعك بالايميل 3 محاولات بس في اليوم، اما الاشتراك المدفوع تقريبا بيبقى ليك 10 محاولات في اليوم. دي النتيجه اللي طلعها لنا لتصميم من البحر للسفره، يعني هو غير التصميم خالص اللي احنا كنا عاملينه في القناه. هسيب لك الفيديو بتاعه في الاي اللي فوق او تحت في صندوق الوصف علشان تشوف التصميم احنا كنا عاملينه ازاي. يعني النتيجه كويسه برضو، لسه الموضوع جديد عندهم فنتيجه كويسه. ممكن من هنا اعمل جنريت تاني لو انا عايز نتائج تانية، بس انا هغير الوصف وهكتب بقى اي حاجه من دماغي، مثلا ريد سي، وهعملها نو ستايل واعمل جنريت نيو ايمج. هنشوف هيطلع لنا ايه. طبعا ادانا نتيجه غريبه جدا، يعني انا كاتب مان ان ريد سي، هو خلانا الراجل هو اللي لابس احمر، هو تقريبا ما فهمش. يعني حلو الى حد ما، هو برضو الموضوع لسه في اوله. تقدر بقى تعمل اديت اونلاين على الصوره من هنا او تعمل لها داونلود من هنا. نجرب كده اديت اونلاين، ليتس جو. انا لسه على فكره يا جماعه بجرب الموضوع ده لاول مره معاكم، لسه بيرسونال يوز مثلا. هو هنا تقريبا انت بتعمل اديت على الوان الصوره، حاجه حلوه جدا انك تعمل اديت على طول من اولها كده، وتقدر تعمل لها كروب وريبليس. لا ممتاز، بحيث انه يخليك تعمل تصميم كامل من هنا وتضيف كمان تكست عليها زي كانفا بالظبط يعتبر. ترفع صورة كمان وتحطها هنا، ممكن بقى ترفع اللوجو بتاعك وتحطه على الجنب وتضيف تكست وتبقى عملت تصميم. بس طبعا تصميم خايب جدا. وبس كده يا صديقي، هي دي تكون حلقة النهاردة عن الذكاء الاصطناعي جوه فريبك.
هستنى اشوف رايك في الكومنتات عن هل انت شايفه هيكون مفيد ولا لا في التصاميم. يعني بالنسبه لي انا شايفه هيكون مفيد لو انا محتاج ستوك معين، بس برضو الفوتوشوب عملتها بطريقه اقوى، وحلقه الفوتوشوب برضو هسيبها لك تحت في صندوق الوصف. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك ليه، ولو مش مشترك في القناه اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وفي النهايه، وان اخطات فهو مني، وان اصبت فمن الله. كان معاكم احمد شكشك، سلام.